عبد الرحمن فتى مميز للغاية، حتى أنه ترك دراسته عاما كاملا يتفرغ لحفظ القرآن الكريم. إلى جانب القرآن يهتم عبد الرحمن بدروسه في المدرسة وبكرة القدم. الآلام التي شعر بها أثناء لعب الكرة كانت هي الخيط الذي دله على أنه يعاني الفلات فوت أو القدم المنبسطة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. اسمي عبد الرحمن، عمري 12 عاما، سأنتقل إلى الصف الثامن. أنا أحب ممارسة كرة القدم والتنس والسباحة وترتيل القرآن. كنت أحضر دروسا في لعبة التنس كل صباح جمعة. بدأت أشعر بالألم في رجلي وأحاول التخفيف منه باستخدام الماء من حين لآخر، لكن الألم استمر، مما جعل والدي يصحبني إلى المستشفى. قام الطبيب بإجراء فحص بالأشعة، وكل ما ظهر في الأشعة هو أن قدمي مسطحة. طلب منا الطبيب العودة إليه بعد أسبوعين لإجراء فحص أشعة بالرنين المغناطيسي. وظهر من هذا الفحص أن الدم لا يدور بشكل جيد في القدم، إذ يظهر فيها ما يشبه الحفرة السوداء، لذا ينبغي إجراء عملية جراحية لتلك المنطقة من أجل تمكين الدم من الدوران بسرعة. فإن شاء الله أرجو أن أصبح قادرا على ممارسة الرياضة من جديد. دكتور سنلي، حالة عبد الرحمن فلات فوت، أعتقد أن يعني كثير لا يعلم أن هناك تدخل جراحي لعلاج الفلات فوت، فكيف تم تشخيص الحالة ولماذا تم اللجوء للجراحة؟ حسنا، لجأنا إلى الجراحة. أنا رأيته عبد الرحمن وكان شابا، وكان هنالك مشكلة وعيب جسيم وسبب ألما له. طبعا عبد الرحمن لجأ إلى خيارات مختلفة دون الجراحة، ولكن الألم استمر وكان هذا يحد من نشاطه اليومي. عندما أتى شرحت إلى أبيه وقلت يمكن أن نبقي الحالة على حاله، أو بطبيعة الحال يمكن أن يخضع للجراحة لأن عمره مناسب. إذن اختاروا الجراحة وقمنا بالجراحة على نحو ناجح. قلت لعبد الرحمن وأبيه إذا ما بقيت الأمور على حالها في المستقبل عندما يصبح مسنا من المرجح أن يصل به المقام إلى الإصابة بالتهاب المفاصل، وهذا سيسبب أيضا تباريح وآلام، وحاولنا أن نحول دون ذلك، لذلك لجأنا إلى الجراحة. أستاذ عزاز، دور العلاج الطبيعي في حالة عبد الرحمن قبل وبعد الجراحة. قبل الجراحة يعني كان الهدف الأساسي اللي هو يعني كان من الصعب إن نعمل محاولاتنا لإرجاع التقوس اللي موجود في القدم، وهذا مش شيء سهل يعني. لذلك كل المحاولات بتقوم على أساس تقوية عضلات باطن القدم، على أساس محافظة على مفاصل القدم أنها تظل في وضع سليم، محاولة تخفيف الآلام إذا كانت موجود بعض الآلام عنده، وطبعا إذا كان يعاني من مشاكل في المشي أو شيء من هالنوع كان ممكن أنه يوصف ببعض المثبتات مثلا أحذية معينة إلى تساعده على المشي، إنما ما كان في مجال انه لارجاع التقوس اللي موجود في باطن القدم او القوس اللي موجود غير الجراحه. بغير الجراحه كان صعب. طيب، سناتي لدور العلاج الطبيعي بعد اجراء الجراحه، ولكن بعد هذا الاتصال استاذه ماجده من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت حضرتك، انا عايزه بس اسال الدكتور على، عندي انا الكوع بتاعي مجرد ما بتنيه كده واجي افرده بيبقى فيه الم فظيع، ونفس الحكايه رجلي لما باجي استعب الرجل لما باجي اقوم من السرير واحطها على الارض واضح
يكون في ألم. ما رحتش ولا خدتش رحت لدكاتره ولا خدت علاج، يعني ظروف ما بتسمعش، لان عندي مشاكل صحيه كتير. فيعني الله يعينك، الله يعينك والف سلام عليك. الله بس احط كعبه على الارض لما اصحى من النوم بالذات بقيت اليوم كويس. واضح السؤال واضح. شكرا جزيلا استاذه ماجده، نتمنى ان نقدم لك يعني اجابه فيها الفائده، وكان الله في عونك. دكتور ستانلي، ماجده مشكلتها في القدم، عندما تقوم من النوم تشعر بألم في القدم. حسنا، أي شخص يعاني من ألم جسيم عندما يستيقظ ويبدأ يمشي، أعتقد هذا مرتبط ببلانتا فاشايتس، الالتهاب اللفافة الأخمصية. هذا بطبيعة الحال يسبب هذه المشكلة، وبعدما يجلس المريض 20 أو 25 دقيقة عندما يقف يعاني من ألم هنا في باطن القدم، وبالتالي بالاعتماد على ما أراه أعتقد أنه من المرجح أن هذه السيدة تعاني من التهاب اللفافة الأخمصية أي بلانتا فاشايتس، ولكن يتعين علينا أن نستثني الحالات الأخرى جميعها، لأن كما قلت أن هناك الكثير من العظام والكثير من المفاصل في القدم. أستاذ عزاز، لو تعطي نصيحة للست ماجدة، علمنا أن يعني ظروفها لا تسمح بالذهاب لطبيب، فكيف يمكن أن نخفف عنها الألم أو ماذا تفعل حتى تخفف الألم؟ بس سؤال، أثناء صحيان من النوم قبل تنزل من السرير في ألم ولا ما في؟ ما هي مشيت. طيب، في هالحالة هذه في معظم الأحيان إن في حال نزولهم عن السرير نتيجة الضغط على القدم وبيبدأ شعورهم بالألم، واحنا بننصح دائما انه يعملوا مثل تطويل لعضلات باطن القدم بانهم يمسكوا طرف الاصابع يسحبوها باتجاههم لعده مرات على السرير قبل النزول، قبل لا يحطوا الوزن على تمارين الاسترتشنج الإطالة للقدم، استطالة لعضلات باطن القدم قبل نزولها على الأرض. هذا يساعد على التخفيف منها، ممكن يخفف عليها الألم. نتمنى أن يعني يكون في هذا التمرين الفائدة. ست ماجدة، 90% من الأطفال البدناء يعانون من القدم المسطحة، وهذا ما تقوله دراسة أجراها أطباء بجامعة كينج جورج الهندية. الدراسة أجريت على 386 طفلا أقل من 12 عاما. حذرت الدراسة من أن القدم المسطحة تؤثر في حياة هؤلاء الأطفال، قد تمنعهم من ممارسة الرياضة. كما أكدت الدراسة أنه من الأفضل العلاج المبكر لهذه الحالات بين عمر 5 و6. دكتور ستانلي، البدانة وعلاقتها بالفلات فوت. نعم، السمنة أصبحت أمرا شائعا في مجتمعاتنا، وبالطبع كلما زاد وزننا زاد الضغط على الأربطة وعلى القدم وعلى الكاحل، وهذا يمكن أن يفضي إلى تسطيح القدم. لذلك أؤمن أن هنالك علاقة بالفعل توجد علاقة. أنت مع الدراسة والقدم المسطحة. البدانة تؤدي إلى الفلات فوت حسب الدراسة. دكتور ستانلي، معنا أم باسم من الدوحة. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. يعطيك العافية أخوي. لو سمحت، أنا ابني عمره 6 سنوات، حاليا هو بيعاني من الفلات في إحدى قدميه. طبعا هلا انا بحب اسالكم يعني مين الافضل بالنسبه له، هل انه الجراحه او مثلا في اشياء يعني غير الجراحه ممكن انه يعني يرشدونا او انه نستفيد ان شاء الله من الاطباء الموجودين. شكرا ام باسم والف سلامه على ابنك. طيب استاذ عزاز، طفل 6 سنوات عنده فلات فوت، هل نلجأ مباشره للجراحه ام يمكن حلول اخرى قبل الجراحه؟ أولا إذا هي الأخت بتحكي في واحدة من القدمين مش الاثنين على ما فهمت منها، وهذا بيتطلب أنه يتم الكشف عليه من قبل دكتور العظام بالأول، شوفوا أسباب القدم، هل هي نتيجة حادث معين، هل هي نتيجة عطل معين، وإذا كان في ألم أو ما في ألم. في هالحالة هذه إحنا دورنا بينصب على عادة
تشغيل عضلات باطن القدم، تقويتها، تقوية عضلات القدم بالكامل. نعم. إذا كان في ألم ممكن، يعني يمكن العلاج الأمر بدون جراحة. بنسعى لأنه يكون هذا واحد من الحلول اللي ممكن. نعم. هل هناك إضافة دكتور ستانلي؟ نعم أنا أتفق مع هذا الطرح. التمارين والعلاج الفيزيائي لتعزيز العضلات سيساعد في هذا العمر. من غير المرجح أن يصل بنا المطاف إلى الجراحة. يجب تعزيز العضلات وتقويتها من خلال المعالجة الفيزيائية. الأحذية يمكن أن تساعد ويمكن أن لا تساعد. لذلك أنا أقول لأولياء الأمور دائما وأبدا لا تدفعوا كثيرا من المال يعني ليس بالضرورة لأن بعضها قد لا يجدي نفعا. الأحذية ليس بالضرورة أن تساعد. حسام من الدوحة. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بستأذن حضرتك بس سؤال بسيط كده. في بعض الأطباء بياخدوا مقاس القدم وياخدوه على برينتر ويحددوا الأماكن اللي فيها تركيز أعلى والأماكن اللي فيها تركيز أقل، وبيسووا نوع من الفرشة الصناعي اللي هي ممكن تساعد على ان التقوس بتاع الرجل او الجزء اللي فيه فلات فوت ان هو يتحسن. الكلام ده مظبوط ولا غير صحيح يعني؟ عظيم، شكرا حسام. دكتور ستانلي. نعم صحيح، هذا أمر شائع لسنوات طويلة. الكثير من الأطباء قد يصفون أجهزة مقومة لكي نساعد التقوس. الكثير من الأطباء لديهم بحوث ووجدوا أن الأجهزة المقومة الأحذية يمكن أن تساعد ولكنها لا تعالج القضية. هذا طبعا إجراء مؤقت يمكن أن يساعد على تخفيف الألم، ولكن في نهاية المطاف الرجل المسطحة تبقى كما هي، ولكن يساعد الأمر في بعض الحالات. نعم طبعا. يعني الاتصالات ومشاركات الجمهور ريحتني اليوم، ما سألت كل أسئلة الجمهور. نعود مجددا لجمهور الفيسبوك. أزاد عاصف أصلان يسأل، يعاني من ألم عند المشي وعرج متقطع. والسيد عصفور يقول إن ابنه عمره 16 عاما ويعاني من قدم منبسطة ومسمار عظمي تحت مفصل القدم مع التواء في القدم وعدم اعتداله في طريقة مشيه، ويسأل ما العمل؟ هل لديك إجابة أستاذ عزيز؟ أنا بعتقد في عنده تشوه في القدم. ما دام في شيء من هالنوع ولابد ما يكون فيه لها أسباب معينة. فإذا كان في تشوه في القدم معين فمن المفروض إنه يعني بالنسبة للعلاج الطبيعي أنا بحكي إنه إحنا بنحافظ على عضلات القدم إنها تكون في وضع سليم. إذا كانت ضعيفة بنحاول محاولات لتقويتها. بالنسبة حضرتك حكيت مسمار في القدم أو شيء من النوع، وهذا يعني بيعود لترسبات كلسية أو شيء من هالنوع. ممكن إنه بوسائل تخفيف الآلام نتعامل مع هاي الحالة، ولكن ما راح يكون هو العلاج الأساسي. مجرد تخفيف للآلام. تخفيف الآلام مؤقتة بتكون، وبعدين في انحراف في القدم على ما فهمت من الأخ. برضه بيستوجب انه يشوف دكتور العظام طبيب. لحتى يحدد. لا مفر من الذهاب لطبيب العظام. لا مفر من الذهاب لطبيب العظام. دراسة أخرى حذرت من 5 أمراض يجب فحصها قبل إجراء جراحة انحراف الكاحل، هي السكري، التهاب المفاصل، الروماتويدي، ثالثا النقرس، رابعا مدى الاستعداد للسكتات الدماغية، وخامسا التشنجات العصبية. دكتور ستانلي، لماذا هذه الفحوصات ضرورية لأمر يتعلق بالقدم والكحل؟ نعم يتعين علينا أن نقوم بهذه الاختبارات، لأن بعض الحالات كما قلت تؤثر على الجسد وتؤثر على القدم، لا سيما حالة الالتهاب. في بعض الأحيان هناك التهاب للجلد يؤثر على القدم، ويجب علينا أن نقوم بفحوصات ولا سيما فحص الدم. إذا ما فعلنا ذلك يمكن أن نصل إلى شيء.
أما إذا لم نفعل هذا فإن هذا لن يوصلنا إلى معرفة الحقيقة. إذا ما كان لدينا النقرس على سبيل المثال أو الصدفية سورياسيس، يمكن أن نحسن من وضع القدم إذا ما عالجنا هذه الأمراض من دون أن نحرك ساكن فيما يتعلق بالقدم. دكتور ستانلي، شاهدناك وأنت تقوم بالجراحة. هل تعد جراحات القدم المسطحة من الجراحات الشائعة؟ هل يقبل عليها الناس كحل وعلاج؟ نعم، أنا أؤمن بذلك، لأننا إذا ما تركنا القدم الرحى أو المسطحة فإن الأمور لن تتحسن. هنالك ضغط على هذا الجزء من القدم. إذا ما فكرنا في هذه القدم المسطحة، وهذا الضغط سوف يفضي أو يؤدي إلى التهاب المفاصل. وإذا ما حاولنا أن نتجنب التهاب المفاصل على المدى البعيد فهذا طيب، لأن العملية عملية بسيطة. التهاب المفاصل وجراحة التهاب المفاصل أكبر بكثير، والمخاطر هي طبعا في حدها الأقصى. على كل حال نحن نشاهد الآن فيديو توضيحي لتكنيك أو لآلية إجراء جراحة الفلات فوت أعتقد، أو يعني الجراحات المتعلقة بالقدم. لو توضح لنا على هذه الصور دكتور ستانلي كيف يعني تجرى هذه الجراحة. نعم، ما نقوم به هو عندما تكون القدم مسطحة كما ترون هنا، أحدثنا شقا في الكاحل في العظم أو من منطقة الحوض بالأحرى، ووضعناها هنا في مؤخرة القدم لكي نساعد على التقوس. ويمكنك أن ترى الصورة الآن، وهذا طبعا يغير من قوس القدم. وفي بعض الأحيان يتعين علينا أن نضع قطعة من العظم هنا لكي نساعد على التقوس. وبعد الجراحة نجبر القدم لكي نساعد على إبقاء القدم كما هي. أستاذ عزاز، هل العلاج الطبيعي بعد هذه النوعية من الجراحات يكون له يعني الدور الأكبر في الرجوع إلى نفس الحالة التي كان عليها المريض قبل الجراحة؟ وهذا العلاج الطبيعي هو المكمل للعمليات الجراحية، لأنه مثل ما حكى الدكتور محطوط في جبس لمدة على الأقل شهر، وخلال الشهر هذا لابد بيصير في تيبسات في المفاصل، يصير ضعف في العضلات لعدم تشغيلها، يكون في آلام بعد ما يفك الجبس، الطفل بيشعر بالآلام في القدم، في صعوبة بالوقوف والمشي، ولذلك هو بحاجة عملية إعادة تأهيل للقدم من جديد لحتى يستطيع أنه يحمل عليها ويستعملها في وضعها الطبيعي اللي هو المشي. على كل حال تحدثنا كثيرا عن الأحذية وتحديدا الكعب العالي للسيدات. الآن أنا أوان طاولة المجسمات، لكننا يعني نخشى أن